يا مساء الفل وجمعة مباركة عليكم جميعا. ناس كتير جابت العربية صح. العربية اللي معانا الدي اف اس كي، لازم تقول الاسم كده، الاي 5، ارخص عربية ريف في مصر، 1,145,000. عدينا كده قلنا ناخد عنها فكرة ونشوف العربية دي بتقدم ايه بالسعر اللي هي جاية بيه. سعر حلو جدا طبعا، انك تبقى واخد تكنولوجيا الريف يعني للي مش عارف، هي العربيات اللي بتبقى كهرباء ولكن فيها رينج اكستندر او ممدد للمدى. بيبقى فيها فتحة لتانك بنزين، وبيبقى فيها فتحة لشاحن كهرباء، بحيث ان العربية بتمشي بالطاقة الكهربائية فقط. موتور الكهرباء هو اللي بيمشيها، ولكن ممكن تشحنه كهرباء عادي ببلج، وممكن تشحنه عن طريق موتور البنزين يديله شحن مباشر ويديله برضه شحن زيادة. الاي 5 تعتبر هي الانتري ليفل، في اختها الاي 5 بلس اغلى منها شوية بكماليات ازيد ومواصفات افضل من هنا وبطارية اكبر. البطارية اللي هنا 18 كيلو وات اور، اللي موجودة في التانية 25 كيلو وات اور. الرينج اللي هنا اجمالي ممكن يعمل 1150 كيلو، المفروض التانية تعدي الموضوع ده مثلا ب 200 كيلو ولا حاجة. هنجرب تجربة الواقع، وهنجرب بإذن الله العربيتين، بس بفرجكم عليها في السريع كده. هي دلوقتي على الاي في مود او الكهرباء بس، بتغير ما بين الاي في والاي في ار او الريف، يعني عند دي اف اس كي بيسموه اي في ار، من الزرار اللي هنا. العربية بصراحة موفرة مستوى فخامة معقول جدا 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 على السعر بتاعها. نلاحظ ان احنا برضو بنتكلم في عربية بتكنولوجيا غالية مش رخيصة. مساحات داخلية مميزة. العربية 7 سيتر، كرسيين اللي ورا صغيرين، وده الشاحن بتاع العربية اهو. ولكن الواقع ان العربية تعتبر 5 كراسي بمساحات مميزة جدا، وكرسيين اضافيين لحالة الطوارئ، وشنطة كبيرة. المساحات حلوة قوي، الارضية مسطحة تقريبا بالكامل. شكل الحتة دي كده برضو مستوحى من عربيات أوروبية ألمانية فاخرة. الشنطة بتاعت النسخة الأولانية دي عادي يدوي مش كهرباء. كرسيين نايمين هنا هم. الشاحن بتاع العربية عشان طبعا تكنولوجيا الريف والبطاريات والحاجات اللي فيها من تحت مفيش فيها ستبن، فهنا موجود البطارية العادية ال 12 فولت، وهنا موجود اللي هو العدة بتاعت الإصلاح لو العربية حصل فيها خرم في الكاوتش ولا حاجة. الجزء الثالث ليه أحزمة أمان برضو، كاب هولدرز ومساند وكل حاجة. ده شكل المقصورة، وده شكل ظهر العربية. وهنجرب كده ونشوف هنصور دي ولا هنصور نسخة البلس.